أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من على قناة من قلب التاريخ. مع حضراتكم محمد سالم. يا ريت أول حاجة تعملوها إنكم تدوسوا على لايك، تدوسوا لايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. إن شاء الله بأمر الله هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد تماما. إن شاء الله هنتكلم عن التاريخ الفرعوني. هناخد النهاردة موضوع مهم جدا، هم الأعداء الخارجيين اللي مصر حاربتهم زمان أيام أجدادنا الفراعنة. طبعا السلسلة دي هتتسمى باسم لعنة الغزاة. طبعا هتبقى على 4 أجزاء. الجزء الأول هيبقى الهكسوس، الجزء التاني هيبقى الليبيين، الجزء التاني هيبقى الجنوبيين أو النوبيين، الجزء الرابع هيبقى شعوب البحر المتوسط. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع الهكسوس. طبعا فايدة التاريخ ان هو مش معنى التاريخ ان احنا بنسرد احداث او بنحكي حواديت، ولكن التاريخ دوت اهميته ان احنا بنستفيد منه علشان نحاول ان احنا نتعلم منه ونتعلم من اخطاء الماضي وما نحاولش نكررها في الحاضر. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن موضوع الهكسوس. الهكسوس دولت يعني ايه معنى كلمة هكسوس؟ الهكسوس دولت ما كانوش شعب، ما كانش اسم شعب. دي كانت عبارة عن كلمة مصرية قديمة ومعناها حكام الأراضي الأجنبية. المصريين كانوا يقصدوا بحكام أجانب بيحكموا أرض مصر. المصطلح ظهر في النصوص القديمة المصرية لاحقا لوصف حكام الدلتا. أصل الهكسوس الحقيقي، أغلب العلماء المصريات إنهم جاءوا من اتفقوا على إنهم جاءوا من جنوب فلسطين والساحل الكنعاني وسوريا، أي من بلاد الشام. والدليل إن أسمائهم سامية مثل خيان وأبو فيس. طريقة دفنهم ونوع الفخار وشكل البيوت تم العثور على كل ذلك في تل الضبع في أواريس. وأواريس دي على فكرة كانت عاصمة الهكسوس. هنتكلم عن ازاي الهكسوس دخلوا مصر. الهكسوس ما دخلوش في البداية كغزاة، لكن كان دخولهم على مراحل. المرحلة الأولى كانت الهجرة، كانت من سنة 1900 لسنة 1700 قبل الميلاد. دخلوا كمهاجرين بسبب التجارة وبسبب الجوع والبحث عن عمل. مصر كانت وقتها دولة غنية جدا طبعا. استقروا في الدلتا. طبعا المرحلة التانية مرحلة الاستقرار. طبعا لما قعدوا في مصر عددهم زاد وأصبح لهم مدن وجيش وقيادة. بالنسبة للمرحلة الثالثة السيطرة حوالي الكلام ده كان سنة 1650 قبل الميلاد. طبعا استغلوا وقتها ضعف مصر وسيطروا على الحكم وأعلنوا نفسهم ملوك على مصر. النقطة الرابعة اللي هنتكلم فيها، مصر ليه كانت ضعيفة في الوقت دوت. في العصر اللي كانت مصر بتعيشه دوت كان اسمه عصر الانتقال الثاني، وكانت مصر منقسمة وكانت بدون جيش قوي وبدون حكومة مركزية قوية. ده اللي سمح بالهكسوس بالسيطرة على الدلتا. النقطة الخامسة اللي هنتكلم فيها عاصمة الهكسوس. عاصمة الهكسوس كانت اسمها مدينة أواريس، موقعها اليوم تل الضبعة في الشرقية، وكانت مدينة ضخمة فيها قصور وفيها مينا، واكتشفها العالم منفرد بيتاك. النقطة السادسة أسلحة الهكسوس. طبعا أسلحة الهكسوس كانت أسلحة جديدة تماما على المجتمع المصري. دي أهم نقطة. الهكسوس كانوا متفوقين عسكريا على أجدادنا المصريين. أسلحة الهكسوس كانت عبارة عن العجلات الحربية. هم أول ناس أدخلوا العجلات الحربية. كانت أهم سلاح، وكانت بتتميز بالسرعة، وكانت بتحمل راميين. طبعا المصريين ما كانوش عارفينها من قبل. القوس المركب كان أقوى من القوس المصري، والمدى بتاعه أطول طبعا. طبعا السيوف البرونزية كانت من أقوى الأسلحة اللي تميز بيها الهكسوس. لو هنتكلم إن شاء الله في النقطة 7 حدود حكمهم. هم سيطروا على الدلتا وشمال مصر، لكن جنوب مصر كان مصري، والعاصمة كانت طيبة. أشهر ملوك الهكسوس كان اسمه الملك أبو فيس، كان من أقوى حكامهم وكان عدو المصريين في طيبة. إن شاء الله هنتكلم بقى في النقطة التاسعة، هم حكموا مصر إزاي. طبعا حكام الهكسوس ما دمروش مصر. الهكسوس ما دمروش مصر، بل استخدموا النظام المصري وكتبوا بالهيروغليفية وسموا أنفسهم بأسماء فراعنة، لكنهم
عبدوا اصلا، وطبعا كانوا بيعبدوا اله اسمه بعل. بداية المقاومة المصرية طبعا بدأت في طيبة بقيادة سكننرع الملك سكننرع تاني تاعا التاني. الدليل مومياؤه كان فيها كسر في الجمجمة وآثار ضربات، ومات في الحرب. المرحلة التانية ابنه قامس. قامس ابن سكننرع حارب الهكسوس وحقق انتصارات لكنه مات قبل التحرير. بالنسبة لتحرير مصر، طبعا لما قاموس مات اللي جه بعده الملك أحمس الأول، ده أعظم من حرب الهكسوس. قام بإعادة تنظيم الجيش واستخدم العجلات الحربية وطورها، وطبعا ايه ونظم الجيش وقتها. وطبعا ايه راح هو والجيش المصري لحد اواريس ودمروها، وطرد الهكسوس لغاية فلسطين. والكلام ده كان سنة حوالي 1550 قبل الميلاد. ايه اللي حدث بعد طردهم؟ هم فروا لفلسطين لمدينة اسمها مدينة شاروهين، وحاصرهم الملك أحمس وطردهم نهائيا. نتائج الاحتلال، نتيجة احتلال الهكسوس لمصر، مصر طبعا أصبحت أقوى بعد التحرير. بدأت الإمبراطورية المصرية وأصبحت قوة عظمى. أهم الأدلة التاريخية مومياء سكننرع بتظهر موته في المعركة وآثار تل الضبعة اللي هي عاصمة الهكسوس، ونقوش أحمس اللي هي ذكرت الحرب في وكتابات المؤرخ المصري مانيتون. بالنسبة للنقطة الستاشر، مدة حكمهم كانت حوالي 100 سنة تقريبا، من سنة 1650 لسنة 1550. بالنسبة للمرحلة الأولى للشرارة، يعني الشرارة الأولى للمقاومة المصرية في طيبة في الوقت ده اللي كانت فيه الدلتا تحت حكم الهكسوس، كانت مدينة طيبة في الجنوب آخر معقل للمصريين. وكان بيحكمها طبعا سكننرع تاعا التاني، والهكسوس كانوا بيحكموا مدينة أواريس، وكان ملكهم الأقوى أبو فيس. الرسالة المستفزة اللي حصلت إن حسب النصوص المصرية القديمة إن الملك أبو فيس ملك الهكسوس أرسل رسالة للملك سكننرع، وقال له إن هو بيشكوه من أفراس النهر في طيبة، إنها بتزرع جنومه في أواريس، رغم إن المسافة كانت ما بين المدينتين أكتر من 600 كيلومتر. كانت الرسالة استفزازا سياسيا واضحا وإعلان هيمنة. المرحلة الثانية بداية الحرب، سكننرع رفض الإهانة وقرر الحرب وخرج بجيشه شمالا، ودارت معركة شرسة. وعندما اكتشف العلماء مومياء سكننرع وجدوا ضربة فاس في الجبهة وكسر في الجمجمة وإصابات متعددة، مما يدل أنه مات في ساحة المعركة، أول ملك مصري يموت في ساحة المعركة. طبعا الملك قاموس وصل القتال بعد موت أبوه سكننرع، وتولى ابنه قاموس الحكم، وكان شابا محاربا وقرر مواصلة الحرب. وطبعا اللي هو قاموس طبعا قاد الجيش المصري شمالا وهاجم الهكسوس، مدن الهكسوس، ودمرها. ووصل قريبا من أواريس، ولكن طبعا كتب انتصاراته فيه على لوحات حجرية. لكن قاموس مات قبل انهاء الحرب، وتولى احمس الاول الحكم، وكان صغيرا في السن. لكن عندما كبر قرر انهاء الاحتلال نهائيا. احمس تعلم من الهكسوس، وقام ببناء عجلات حربية وتدريب الجيش وتطوير الاسلحة، وانشأ اول جيش مصري حديث. بدأ الهجوم. طبعا جيش أحمس اتحرك شمالا وحرر مدينة بعد مدينة حتى وصل إلى أواريس عاصمة الهكسوس. وسقوط أواريس حدثت معركة ضخمة انتهت بسقوط أواريس. فالهكسوس طبعا فروا من مصر، لكن أحمس ما وقفش، وطاردهم لغاية فلسطين لمدينة شاروهين وحاصرها حتى سقطت. وبذلك انتهى وجود الهكسوس نهائيا وتحررت مصر، وأصبح أحمس بطل مصر ومؤسس الدولة الحديثة، أعظم عصر في تاريخ مصر الفرعونية. طبعا انا حطيت لكم في الاول مجموعة خرائط. الخرائط ديت بتوضح مكان مملكة الهكسوس في الدلتا، وطبعا خريطة تحركات جيش الملك أحمس لغاية أواريس ولحد ما طردهم لفلسطين. دي هتلاقوها في البداية خالص. ودلوقتي وصلنا لنهاية الحلقة. لو الحلقة عجبتكم يا ريت تدوسوا على لايك،
تدوسوا اللايك وتفعلوا وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وان شاء الله ده الجزء الاول اللي هو من سلسلة لعنة الغزاة، الجزء الهكسوس. وان شاء الله بأمر الله الحلقة الجاية هنتكلم عن الليبيين. واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.